القصة بدأت في القرن الخمستاشر مع شاب إيطالي مغامر اسمه كريستوفر كولومبوس. حاول إنه يروح كولومبوس من أسبانيا لآسيا وتحديدا للهند في رحلة استكشافية بعد موافقة الملك فرناند والملكة إيزابيلا ملوك أسبانيا في الفترة دي، واللي اشترطوا على كولومبوس إنهم هياخدوا 15% من الثروات اللي هيستكشفها هناك. وفعلا عبر كولومبوس المحيط الأطلسي، ولكنه ضل الطريق في أمريكا الوسطى، وهناك قابل السكان الأصليين واللي أطلق عليهم الهنود لأنه كان فاكر إنه في الهند. وبعدين أدرك كولومبوس إنه مش في الهند ولا حاجة، وإنه في أرض غريبة وبعيدة كل البعد عن الهند. فضل مسموم الهنود لغايه ما ضاف عليهم الحمر لان بشرتهم كانت مايله للاحمرار. لما عرفت اوروبا وتحديدا انجلترا واسبانيا باكتشاف كولومبوس للاراضي دي، بعتت اسطول حربي كامل لاحتلال الامريكتين والسيطره على كل ثرواتها. الغرض اللي كانت بتستخدمه مع كل الدول اللي بتحتلها في الفتره دي، رغم انها ادعت ان غرضها الرئيسي هو نشر التقدم الاوروبي في الاراضي البدائيه دي. وفعلا غزا الاوروبيين امريكا بالكامل، وكانوا بينظروا للسكان الاصليين نظره دونيه ووصفوهم بالزومبي ومصاصين الدماء. وبعد كده بدأت حركة الهجرة وإبادة الهنود الحمر بدون رحمة، لأنهم كانوا معتقدين إنهم في مهمة مقدسة. واستمرت عملية الإبادة والحروب بين المحتلين الأوروبيين والسكان الأصليين عدة قرون، واللي استمرت لما يقارب ال 300 سنة. وطبعا بسبب التفوق العسكري للأوروبيين واللي كانوا بيستخدموا الأسلحة الحديثة زي الأسلحة النارية وغيرها، على عكس السكان الأصليين اللي كانوا بيستخدموا أسلحة بدائية بسيطة، تم قتل وسحق أكتر من 100 مليون هندي أحمر، واللي كان بيقدر عددهم قبل وصول كولومبوس لما يقارب ال 150 مليون هندي أحمر كانوا بيعيشوا في الأمريكتين، واللي وصل عددهم إلى 250 ألف فقط بانتهاء الحرب الأمريكية الهندية في القرن ال19. وتأسست أمريكا على أشلاء السكان الأصليين واللي حاولوا بكل الطرق محو الجرائم والمذابح اللي ارتكبوها من الذاكرة الأمريكية. والدليل على ده لما قرر مجلس الجامعة الأمريكي سنة 2012 إنه يضيف موضوع مذابح الأوروبيين بحق الهنود الحمر في مادة التاريخ الأمريكي لطلاب المرحلة الثانوية، قابل اعتراض كبير في جميع أنحاء البلاد. حتى أصدرت اللجنة الوطنية الجمهورية بيان بتطالب فيه الكونجرس بتعديل المنهج الجديد القائم على رؤية خاطئة وغير حقيقية للتاريخ الأمريكي. ممكن يكون التاريخ ما كانش منصف قوي مع الهنود الحمر، وحاول البعض انهم يزيفوا الحقائق التاريخيه لاغراض سياسيه او دينيه او لاسباب تانية ممكن يذكرها التاريخ في المستقبل. ما كانش العالم يعرف معلومات كتير عن الهنود الحمر او سكان امريكا عموما، ومفيش حد نقل تفاصيل حياتهم، خصوصا في معلومات تاريخيه بتاكد ان الهنود الحمر كان في منهم مسلمين وان الاسلام وصل ليهم قبل وصول كولومبوس هناك. وبالرغم من ان كتب التاريخ وافلام رعاة البقر صورتهم لينا على انهم ناس غريبه الاطوار واكل لحوم البشر وبيلبسوا لبس من الريش وجلود الحيوانات وما عندهمش اي عقيده دينيه، الا ان الحقائق التاريخيه بتثبت انهم كانوا مسلمين، وكان في منهم المسلمين اللي عايشين في سلام لغايه ما وصل ليهم الاوروبيين الغزاة وابادوهم وقتلوا منهم الملايين في اكبر مذبحه في تاريخ البشريه، ونهبوا منهم اموالهم وسكنهم. وده فعلا اللي اثبته الباحثين والكتاب الغربيين. على سبيل المثال ذكر ليون فيرنيل بروفيسور في جامعه هارفارد في كتابه افريقيا واستكشاف امريكا ان كولومبوس كان عارف كويس بالوجود الاسلامي في امريكا لما وصل هناك، وده اثبته فعلا كولومبوس في مذكراته ان الهنود الحمر بيلبسوا لباس من القطن شبيه باللبس اللي بيلبسوه النساء المسلمين في غرناطه. وذكر كمان انه وجد مسجد في كوبا. كمان ربان السفينه اللي حملت كولومبوس كانوا بحاره مسلمين. وكمان كان اول وثيقه هدنه بين كولومبوس والهنود الحمر موقعه من شخص مسلم اسمه محمد، وهي دلوقتي موجوده في متحف تاريخ امريكا في واشنطن. وكل ده دليل على ان المسلمين وصلوا هناك قبل وصول كولومبوس، بس ده للاسف مش بيعترف بيه التاريخ وبينكره. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتستنى الفيديوهات الجديده.